ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا صباح الخير للناس اللي بتسمعني الصبح، ومساء الخير للناس اللي بتسمعني بالليل. طبعا كل واحد يحضر المشروب بتاعه المفضل ونبدأ اليوم الجميل. النهاردة اليوم ال18 بيقول لنا: حطمها ولن تتمكن من إعادتها كما كانت سابقا. ايه هي الثقة؟ ووصفها هنا ان الثقة هشة، بمعنى انك لما تكسر ثقة بني آدم انت بتدمره للأبد. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ معناه ان انا لو دخلت في علاقة وشخص ده خني او كسر ثقتي او كذب عليا، المهم ان احنا الثقة ما بيننا تزعزعت وما كملناش، هيكون صعب عليا ان انا اثق في اي حد تاني، وهتفضل زي دي وصمة عندي لغاية ما اتعافى منها ان انا ما اثقش في حد. والكلام هنا هو النصيحة هنا موجهة للشخص اللي ناوي يكسر، والكلام هنا هو للاشخاص اللي في علاقات، سواء متزوجون او مخطوبين او صحاب بينهم وبين بعض. فالكلام هنا هو بيقول انك تاخد بالك من نقطة الثقة دي، لانك انت ما بتأذيش الشخص ده أذى مؤقت، لا انت بتأذيه مدى الحياة. ان هو مش هيعرف يرجع يثق في حد تاني، وهيبقى مذبذب. ونحاول ناخد بالنا من الناس، وناخد بالنا من كلامنا، وناخد بالنا من تصرفاتنا، لان الحياة مش مستاهلة ان انا اكسر حد، او ان انا اقلل من حد، او ان انا اضايق حد. لان برضو كما تدين تدان. انا مش يعني انا لو حطيت نفسي في المواقف دي مش هرضى ان حد يعمل فيا نفس ده. قبل ما تاخد اي تصرف اقعد فكر كده مع نفسك. طيب ده للشخص اللي هيأذي. الشخص بقى اللي اتعرض لخيانة او عدم ثقة او اي حاجة من الحاجات دي كلها يعمل ايه؟ هقول لكم من اللي انا بسمعه من تجارب الاخرين، ان الثقة ديت لو انا مثلا مصاحبة بنوتة ويعني الدنيا ما ظبطتش، كل واحد راح لحاله، وانا كنت واثقة فيها جدا وواثقة في كل حاجة والكلام، هيبقى عندي هاجس ان لما اشوف اي حد، لا ممكن تكون بتكذب عليا، ممكن تكون بتقول كلام وبتعمل عكسه، ممكن كذا وكذا وكذا، ممكن انا طيبة زيادة عن اللزوم، ممكن ما كانش ينفع ان انا اعمل كل ده عشان الناس ما تحسنيش ان انا طيبة فتأذيني او كده. الكلام هنا بيقول ان البني ادم الكويس هو كويس لذاته وكويس للاخرين، والانسان المؤذي مؤذي لذاته ومؤذي للاخرين. بمعنى ان انا مش عشان انا كويسة هو اذاني، لا هو عشان هو مش كويس فأذاني. هو لو كان حد كويس ما كانش أذاني. فبالتالي ده حاجة نحطها كده جوانا، ان احنا ما نعممش، لان الناس مش زي بعضها. الازمة اللي حصلت دي ناخدها كدرس مش كعقدة، كدرس نستفيد منها، ناخد بالنا. يعني مثلا بحب صحابي جدا وكده، بس قابلت مثلا حد مثلا نرجسي مثلا، فخلاص انا قابلنا الشخص دوت والدنيا ما ظبطتش، فخلاص انا هعرف ازاي لما اقابل الشخصية دي تاني هعرف اتعامل معاها ازاي. فناخدها بكده بس ما ناخدهاش بقى بعقدة. وهكذا بقى في حاجات كتير، في شخصيات كتير جدا يعني. فخلاصة الكلام، الشخص اللي في علاقة يحاول ان هو ياخد باله من كلامه ومن تصرفاته، ويحافظ على البني ادم اللي قدامه اللي بيحبه. الحاجة التانية ان انت لو انت الشخص الضحية، او انت اللي حصل لك عدم الثقة دي او الخيانة ديت، فانت لازم تتعافى منها بانك تفكر نفسك دايما بان كل حاجة واردة، وان دوت درس ليك بيعلمك حاجة في المستقبل بيخليك اقوى. وان طبعا ثقتنا في الله، بس ما نحطش ثقتنا في اي حد تاني غير الله سبحانه وتعالى. اتمنى تكونوا استمتعتوا، واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اي حاجة جديدة. مع السلامة.